هابي فالنتاين داي عليكم جميعا. انا عارف انها متاخره ولحد ما ينزل فيديو عيد الحب هيكون عدى عليه يومين او يوم مثلا، ولكن معلش بقى مفيش وقت. فكره الفيديو هتبقى مقلب في المزه بتاعتي، ودي الحقيقه اللي انتوا اول مره هتعرفوها عني. انا مرتبط يا جدعان وعادي جدا، يعني انا 18 سنه واحنا هنتجوز اصلا في الاخر. النهارده هخش اقول لها ان هسيبها وكده، وكمان هرتبط بغيرها. انتوا متخيلين هي ممكن تعمل فيا ايه؟ فلو انت تعرفني او اول مره تشوفني ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس الصغير ده، ويلا نخش في المقلب. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان اديك بطيخه. وطبعا بعد ما صورت المقلب وكل حاجه اكتشفت ان برنامج تصوير الشاشه ما كانش بيصور، فانا هقرا لكم الشات تاني دلوقتي مع بعض واحده واحده ونشوف ايه اللي حصل، وحتى الفيديو يبقى اسهل في المونتاج. اول حاجه انا قلت لها سحر اخبارك ايه؟ قالت لي قلب سحر كويسه الحمد لله، وانت؟ شايفين الحب يا جدعان بتعشقني كده بتموت فيا، هي لحظه شغلات يا ولاد دي. رحت انا قلت لها يا رب دايما وانا كويس طالما انت كويسه، وعلى طول كده رحت قايل لها في موضوع كنت عايز اكلمك فيه. طبعا هي ردت على الرساله بتاعت انا كويس طالما انت كويسه، وبتقول لي انت حبيبي اصلا. انا حبيبك اصلا؟ انت ما تعرفيش ان انت هتولعي فيا كمان شويه. وبعدين بتقول لي موضوع ايه؟ رحت انا قايل لها بصي انت اكيد عارفه ان كل شيء اسمه ونصيب صح؟ انا جبت لها بقى ايه الموضوع بالتدريج عشان البنت ما تروحش مننا. راحت قايله لي اه طبعا، بس ايه لازمه الكلام ده دلوقتي؟ وبعتلي الايموجي اللي هو بتاع القمر اللي باصص كده ده، عارفينه؟ هي صعبت عليا في اللحظه دي بصراحه، بس انا على طول قلت لها بصراحه كده انا هقول لك على الموضوع على طول. راحت هي قايله لي طيب قول سامعاك، ونفس الايموجي بتاع القمر اللي باصص كده وقطه بتضحك وقلب. يا عيني عليك يا بنتي انت ولا فاهمه حاجه. رحت قايل لها كده على طول بصراحه كده احنا لازم نسيب بعض وما ينفعش نكمل تاني. راحت قايله لي انت بتهزر صح؟ هي طبعا في الاول ما صدقتش. رحت انا قايل لها هو في هزار في الحاجات دي برضو؟ راحت قايله لي اكيد بتقول كده عشان تخوفني بس. هي طبعا لسه مش مستوعبه كلامي. رحت قايل لها يا سحر بكلمك بجد ومش بهزر. راحت قايله لي طيب انت عارف بتقول ايه؟ رحت انا كده على طول قايل لها انا بحب واحده غيرك للاسف. شفتوا البجاحه؟ راحت هي قايله لي ازاي تسيبني يعني؟ لا ما صدقش. البنت مش مصدقه يا عيني، هي والله في اللحظات دي كانت بتصعب عليا. رحت انا قايل لها انا عارف ان الموضوع صدمه عليكي بس دي الحقيقه، وانا كمان لما كنت بخرج معاكي كنت بحس بالذنب من ناحيتك لاني بفكر في غيرك. يخرب بيت القسوه اللي فيك دي يا جدع. طبعا الكلام ده ما حصلش، ما بفكرش في حد غيرها الحمد لله. راحت هي يا عيني قايله لي لا دي مش حقيقه، انت اكيد بتقول كده علشان تخوفني. طب انت فكرت كويس قبل ما تقول الكلام ده ليا؟ طب وحبنا؟ انا هنا بصراحه يعني قلبي كان بيتقطع كده. ورحت قايل لها بجد انا فكرت كتير وما كنتش عارف اجيبها لك ازاي. اعتبري ان دي فتره وهتعدي وانت هتعرفي تنسيني. يخرب بيت قسوه القلب دي يا جدع. راحت قالت لي يا ريتك ما قلتها لي، ما اقدرش انساك، ازاي انسى حب عمري؟ شايفين الحب يا جدعان؟ شايفين الحب؟ رحت قايل لها مع الوقت هتنسي وهتحب غيري. انا وهي هنخرج النهارده بعد ما اعترفت لها بحبي وهي كمان طلعت بتحبني. يخرب بيت قسوه القلب دي يا جدع. لا طبعا انت ازاي تصدق ان بعد السنين اللي قضيتهم معاك وكل حاجه حلوه بينا انساك بالسهوله دي؟ طبعا احنا مرتبطين بقالنا 3 سنين من واحنا 15 سنه، انتوا متخيلين؟ انا هنا بصراحه استغربت ان هي ما سالتش عن البنت، بس اكيد طبعا هي كانت مصدومه. رحت على طول قلت لها معلش بقى هي الحياه كده. راحت هي قالت لي هتخرج معاها في نفس اليوم اللي كنا بنتفق انا وانت ونخرج فيه. الحياه مش كده، ازاي هتسيبني بسهوله كده؟ البنت علقت يا عين بجد صعبت عليا، بس هنعمل ايه بقى ده مقلب. رحت انا قايل لها ايوه هنخرج، ما هو النهارده عيد الحب وانا ما كنتش عايز اقول لك بس صعبت عليا فقررت اقول لك. اعمل ايه طيب؟ قلبي ما عرفش يحب زيها، انا مش عارف جبت قسوه القلب دي كلها منين؟ راحت قالت لي مش المفروض ده اليوم اللي انا وانت بنبقى فيه مبسوطين وبنعمل كل حاجه بنحبها؟ ليه عايز تخليه اسوأ يوم في حياتي؟ ما تسيبنيش، انا حبيتك بجد يعني. انا اتأثرت جامد، انا اتأثرت جدا، انا كنت حابكي في اللحظه دي. رحت قايل لها غصب عني بقى ربنا يصلح حالك، انا هروح دلوقتي عشان ما اتاخرش عليها، باي. شايفين يا جدعان الاستفزاز؟ ايه ده انا لو منها كنت رميتني من الشباك. راحت قايله لي وكمان خايف تتاخر عليها، ده انت بكلامك ده خلتني اموت 100 مره. بجد يا جدعان والله يا ثابت عليا قوي. ففي اللحظه دي قررت ان انا اقول لها خلاص واوقف لحد كده واقول كفايه. رحت قايل لها طب بصي اخر حاجه حابب اقولها لك، انت عبيطه يا سحر بذمتك انا هقدر اسيب قلبي؟ راحت يا عيني بقى قايله لي انت عايز تموتني؟ حرام عليك بقى
ما تعملش كده تاني. ما بطلتش عياط اصلا من وقت ما قلت لي عايز تسيبني. رحت بقى قايل لها يا روح قلبي انا اسف والله ده كان هزار بس مش اكتر، تعيش وتاخد غيرها بقى يا روحي. راحت قايله لي لو كررتها تاني حاجه موتك واقول للناس كلها ان بعد ما حبيتك عايز تسيبني ويضربوك. بحبك قوي و200 الف قلب. وبكده نكون خلصنا المقلب. اتمنى يكون عجبكم. سلام. بس قبل ما تطلعوا من الفيديو كنت عايز اقول لكم حاجه. كل اللي انتوا شفتوه ده يا معلم ما كانش حقيقي. انتوا تعرفوا عني كده برضو. انا اصلا وانا بصور الفيديو كنت هموت من التلزيق. بكل بساطه المقلب ده كان فيكم انتوا مش في سحر. واللي كانت بتكلمني ما اسمهاش سحر اصلا، دي واحده صاحبتي عادي. وكل ده احنا متفقين عليه زي ما ظاهر لكم دلوقتي على الشاشه بالظبط. واللي طلعت عيني لحد ما عرفت افهمها الفكره. فتعيشوا وتاخدوا غيرها انتوا بقى مش سحر، اللي هي كانت شخصيه وهميه اصلا. انزل اكتب لي دلوقتي تحت في الكومنتات هل المقلب دخل عليك بجد ولا انت كنت عارف من اول ان انا بحور. فما تنساش تدوس لايك للفيديو وتنزل تشترك وتفعل زرار الجرس لو انت عايز تشوفني تاني.